الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من لم تفجع الأمة بفراق كفراقه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحمد الله جل وعلا على هذا المجمع الذي هو شهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. مر بجنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها خير فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال: من أثنيتم له شرا وجبت له النار، ومن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. اللهم إنا نشهد لعبيدك هؤلاء بأنهم كانوا أهل قرآن وتلاوة وذكر يا رب العالمين. اللهم فاقبل شهادتنا فيهم يا رب العالمين. الرسالة الأولى لإخواني الحفظة: لا أظن أن مجمع تجمع فيه عدد من حفظة القرآن وأئمة المساجد كهذا المجمع. يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. أيها القراء، أيها الحفظة، أيها الأئمة، هكذا ينظر الناس إليكم. الناس ما جاءوا لمجاملة إخوان هؤلاء الحفظة، وما جاءوا لمجاملة أبنائهم ولا آبائهم، وإنما أتوا لهم. أهل الدنيا إذا غاب الواحد منهم لا يأتيه الناس إلا إذا رجوا من ولده خيرا. أما إن كان هو صاحب الخير وليس بعده من يرجى فإنهم لا يأتون إليهم. أناس قدموا من خارج الخرطوم حتى يشهدوا هذه الجنازة، وأناس من أمس لم يناموا في انتظار هذه الجنازة. هذه شهادة لا تقابلها أي شهادة. هنا في هذه المقابر تنتهي حدود الدنيا، تنتهي السلطات، تنتهي الصلاحيات، تنتهي الأمم المتحدة، ينتهي كل شيء، ويبقى ما لله وحده سبحانه وتعالى. هنا الدار الحقة تبدأ من هنا. يختبر الناس أياما معدودات، إن لبثتم فيها إلا عشية أو ضحاها. هي عشية أو ضحاها، وينتقل الناس بعدها إلى الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل السعادة في الدار الحقة يا رب العالمين. رسالتي لكم أيها الحفظة: سدوا هذا الثغر. المساجد بيوت الله، والقرآن كلام الله. أسمعوا الناس من القرآن ما يناسب كل حال من أحوالهم. العالم كله في هذه الأيام تموج فيه الفتن. ترقبوا الفتن ودافعوها بهذا الكتاب. أطيلوا للناس من القراءة في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب والعشاء، وأسمعوهم من الآيات بقلوبكم ما ينفذ أمر الله إليها يا أيها الحفظة. نعم، أخاطبكم يا حفظة القرآن، يا أئمة المساجد، يا أيها السد المنيع أمام كل فتنة وبلاء. هؤلاء الحفظة الذين نودعهم علمونا أن الناس يمكن أن تقف في الصلاة ساعات. يصلي الواحد معهم في التراويح وفي التهجد ساعات، فيطلع الفجر ويتمنى أن لو استمروا عاشوا مع القرآن، تلوا كتاب الله بقلوبهم. شيخ نورين رحمه الله تعالى يوم الأربعاء قبل 3 أيام وهو يصلي آخر صلاة في مجمع النور يقرأ من سورة البقرة ويبكي فيها. فتحوا للناس باب البكاء، وأجروا هذه الدموع الغالية لأعظم قيمة. أجروا هذه الدموع من خشية الله تعالى، بكوا وأبكوا الناس.
كم تمتع الناس معهم في صلاة الفجر بتلاوات طويلة تكون سندا وعونا للناس في حياتهم وفي مصاعب الدنيا ومتاعبها. نعم والله لقد قدموا لهذه الأمة أمرا في وقت هم أحوج إليه. هذا القرآن الذي يحارب في كل العالم عندنا هنا في السودان يكرم بهذه الجنازة الضخمة، يكرم بهذه التلاوات التي أصبحت في هاتف كل شخص منا، يكرم بهذه المشاهدات. مقطعين فقط للشيخ نورين بلغ عدد المشاهدات 5 ملايين. الله أكبر. مقطعين فقط. الله أكبر. ونسأل الله أن يجعلها شفاعة له. كنت أكلمه قبل أيام عن واحد أسلم، أمريكي مشهور، أسلم بسبب استماع لتلاوته وتلاوات آخرين. الله يجعل ذلك في ميزان حسناته. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الناس اللي بتبكي ما تبكي على شيخ نورين، الما حافظ قرآن ابكي على نفسه. الله يجزيه خير يا شيخ. الرسالة الثانية والأخ ينبه عليها: يا من لم يحفظ القرآن حتى الآن، أين أنت من هذا الفضل؟ أين أنت من هذا الفخر؟ أين أنت من هذا الشرف؟ شرف والله في الدنيا قبل الآخرة. شيخ نورين مرة كان يتكلم مع ابننا عبد الرحمن عبد العظيم الذي توفي وسمعتم به قبل 3 أشهر ونصف الشهر، يتكلم معه يقول: يا عبد الرحمن، حفظ القرآن رفعة لك في الدنيا وفي الآخرة. وصدق، رفعة لهم في الدنيا والآخرة. كل شخص يريد أن يحفظ كتاب الله فليتحرك وليبدأ الآن. المقارئ موجودة في كل مكان، والشيوخ متوفرون، والخدمات التقنية ومقارئ إلكترونية، كل شيء موجود، إلا هذه العزيمة في قلوبنا. يا من حفظت القرآن ونسيته، راجع كتاب الله حتى إذا قيل لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا لا تتوقف عند حرف أو كلمة. أيها الإخوة، هذا القرآن هو مجدنا. رسالتي الثالثة إلى أهل الحكمة والرأي في بلدنا: محاضن القرآن تستحق أن تطور وأن تصان وأن تحمى وأن يرتقى بها، لا أن يتكلم عما فيها من خلل. كل خلل في محاضن القرآن فنحن المسؤولون عنه ونحن المفرطون. أيها الإخوة، نكرمهم هنا ولكن لا ننتبه لتكريم وتهيئة البيئات التي يخرج منها هؤلاء، حتى يأتي مقطوع اللسان ليقول: أغلقوا هذه الخلاوي. لا والله لن تغلق، لن تغلق هذه الخلاوي، بل تطور وتحدث ويرتقى بها ويؤخذ بأحدث ما جاءت به التقنية وأصول التربية على منهجنا الإسلامي الصحيح الذي يستقيم به كل شيء. وهذا دوركم يا أهل المال، يا أهل الرأي، يا أهل القرار. لا تؤتى دور تحفيظ القرآن وخلاويه وأنتم قائمون موجودون. رسالتي الأخيرة وأختم بها وقد أطلت عليكم: يا أولياء الأمور، آباء، أجداد، أعمام، حفظوا أبناءكم هذا الكتاب ترتفعون به قبل أن يرتفعوا به هم. من كان يريد مصلحته الشخصية، حفظ ولدك حتى يلبسك التاج. حفظه، حببه، رغبه، أعطه من المال والأعطيات. كرموا الحفظة من الصغار في أحيائكم. انشروا هذا الكتاب وانشروا معانيه بين الناس. نريد قرآنا نفهمه ونعقله ونعمل به. لا نريد أن نقرأ كتاب الله تعالى ثم نخالف بأفعالنا ما دلت عليه الآيات. أتل ما أوحي إليك الكتاب قراءة ومتابعة لما جاء فيه، ولا يكون ذلك إلا بفهم معانيه وما فيه من الاعتقاد الصحيح والمتابعة التامة لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نسألك في مجمعنا هذا يا رب العالمين. اللهم اغفر لمشايخنا هؤلاء أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، ووسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا القرآن نورا لهم في قبورهم، اجعله شفيعا لهم يا رب العالمين. اجعل كل انتفاع واستماع لكل آية تلوها يا رب العالمين اجعلها في موازين حسناتهم وارفع بها درجاتهم يا رب العالمين. اللهم هون علينا جميعا حفظ كتابك، اللهم هون على أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأهلينا أجمعين حفظ هذا الكتاب لفظا ومعنى وعملا وتطبيقا به يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذه الفتن التي تمر بنا تصحيحا لمسارنا، واجعلها اللهم سببا لعودة إليك رب العالمين. اللهم تب علينا أجمعين واغفر لنا. اربط اللهم على قلوب أحباب هؤلاء القراء، واربط اللهم على قلوب أهليهم، واخلفنا اللهم خيرا منهم، وأعنا على القيام بحق هذا